لو انت بتدير فريق او انت مدير لشركه او تحت ايدك اكتر من فريق عمل او اكتر من موظف بتديره، لازم تعرف ازاي تتعامل مع كل موظف وتعرف مفاتيح كل موظف، لان دخلة كل موظف بتختلف تماما غير التاني. بمعنى، في موظفين ما ينفعش معاهم غير انك تقدره وتشكره وتحترمه. يعني لو هو الاداء بتاعه بدأ ينزل، لقيت حاجه كويسه عملها، تظهر له التقدير او الابريشيشن بتاعك، تلاقي الاداء او الكيرف بتاعه بدأ تاني يرجع ويظبط. الموظف ده لو انت اتعاملت معاه بقللان منه او لو انت جيت على كرامته، عمره ما هيدي لك حاجه، بل بالعكس هتلاقي اداؤه حتى لو كان ماشي كويس او متوسط هينزل، مش هيطلع تاني. وفي موظف العكس، في موظف لو شغال كويس وانت رحت شكرته قلت له تمام الله ينور عاش، او قلت له اي كلمتين او بعت له ايميل شكر او اشدت بشغله قدام حد، يبدا مستواه ينزل ويدخل في مرحله الكومفورت زون. وفي بقى موظف ما ينفعش غير انك دايما تشد عليه، هو لازم كل يوم تيجي تسمعه كلمتين، وخلينا صراحة يا جماعة مع بعض، بغض النظر عن بيئة العمل الإيجابية وكل الكلام الحلو اللي احنا بنتكلم عليه ده، في موظفين ما ينفعش معاهم غير كده، لازم تيجي كل يوم تديله على دماغه عشان يطلع ويصحى ويتظبط. سيبه في حاله هتلاقيه دايما غرقان. وفي موظف لو انت سايبه في حاله بيديلك احسن ما عنده، يعني مش هقول لك انك بتتجاهله، بس انت ولا بتشكره ولا بتذم فيه، وهو عارف تاسكاته كويس قوي وبيعمل المهام الوظيفيه بتاعته وخلاص. وفي بقى نوع ما بيفرقش معاه اي حاجه تماما، تهزقه، تشكره، تتجاهله، تتجنبه، تعمل فيه اللي تعمله، المهم تقدره ماديا وتديله فلوس، تديله بقى بونص، تديله اوفر تايم، تديله مكافاه، تديله اللي تديله، تعمل له زياده راتب، ولكن مش هيديلك شغل الا لما تدفع له. النوع ده بيبقى مرهق، لان انت لو انت وصلت لمرحله من الاستقرار في الشركه، هيبدا هو دايما عايز فلوس زياده، خلاص انت الدنيا عندك مستقره وعندك هيكل رواتب، وده دايما عايز بونص، دايما عايز فلوس، دايما عايز كذا. النوع ده بيبقى متعب جدا في التوظيف. فانت لازم تعرف كويس قوي انواع الموظفين اللي عندك وتعرف ازاي تتعامل مع كل واحد بطريقته.